بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في أحسن صحة وأحسن حال. أنا آسفة على الغيبة الطويلة ديت. بس ربنا يعلم، والله أنا ما يحوشنيش عنكم غير الشديد الجوي. كنت تعبانة خالص زي ما انتوا عارفين، والحمد لله يعني أنا أحسن من الأول، بس مش الأحسن حاجة، يعني الحمد لله كل اللي يجيبه ربنا كويس. آه عايزاكم تهنوني وتباركولي على حاجتين يعني. منا نجحت الحمد لله، طالعه تالتة ثانوي دلوقتي. الحمد لله يا رب، اللهم لك الحمد والشكر. ربنا ما ضيعش تعبها ولا مجهودها. والحاجه التانية، ان شاء الله انتظروني في اخر الفيديو هوريكم الهدايا بتاعتي ان شاء الله. حبيبه قلبي ام حمد، ربنا يبارك فيها يا رب ويخليها لي ويخليها لكل الناس يا رب المحتاجين، وربنا يحسن ما بين ايديها يا رب، ويبارك لها في مالها وفي بيتها يا رب بحج الايام الكبيره. انا قلت النهارده مع بعضينا كده هعمل روتين بسيط هنا في الاوضه عندي. آه، يعني يا رب ايه يكون ينول اعجابكم. على قد ما هقدر ان انا اعمل، عشان رجلي لسه ايه يعني ايه مش الاحسن حاجه يعني. بس طبعا عشان انا الغيبه بتاعتي طولت وكده، فانا قلت اعمل اي حاجه عشان خاطر ايه ما ينفعش ان انا اقعد اكتر من كده. اولا وحشتوني خالص، تاني حاجه ان انا يعني ايه عايزه اكمل عدد الساعات بتاعتي زي ما انتوا عارفين. عايزاكم تبقوا معايا وتقفوا معايا بالله عليكم، تشاهدوا لي الفيديو للاخر علشان خاطر اولا اكمل عدد الساعات بتاعتي، تاني حاجه هنشوف الحاجه الجميله اللي محمد جايبها لي. دلوقتي هنعمل ايه بقى؟ هننفض السرير دوت. يا رب تكونوا ايه شايفين كويس. وحشتوني خالص خالص، ربنا يخليكم ليا يا احلى متابعين، وربنا ما يحرمنيش منكم يا رب، ولا يحرمني من الست الجميله اللي واقفه معايا وقفه مجدعه. ربنا يبارك فيها يا رب. حاجه ما كنتش اتوقعها والله. الحمد لله الحمد لله، ربنا قبل ما بيقطع بيوصل والله العظيم. الحمد لله، اللهم لك الحمد يا رب. طبعا ديت انا بشيل واحط فيها بالراحه لانها ايه مفككه، مش مش اللي هي ايه، هي منظر يعني. طب يا حبايبي، عشان انا ايه مش عايزه اطول عليكم، بس هخلص الحاجه ديت وارجع لكم تاني.
حبايبي رجعت لكم تاني طبعا. عليكم السلام كده. طبعا هي منا مش مخليه نعمل حاجه بصراحه، بس طبعا انا ايه كان لازم ان انا اقوم انا بقى دلوقتي عشان خاطر اعمل الروتين، عشان خاطر كفايه كده. عايزه اقول لكم ان انا يعني بحمل على رجلي حاساها بتطقطق، يعني بتطقطق عليا برضو. الحمد لله الحمد لله يا رب، انا احسن من غيري برضو. اللهم لك الحمد يا رب على كل اللي انا بجيت فيه. الحمد لله الحمد لله. ولا عمري كنت احلم، والله العظيم والله ولا عمري كنت احلم باللي انا فيه دلوقتي. عايزه اقول لكم اللي انا كنت بشوف الناس اللي على القنوات وكده، كنت بقول الله يا بختيهم، يا ريتني كنت ابقى زيهم. وجي اليوم اللي انا فعلا بقيت زيهم. الحمد لله الحمد لله يا رب، الحمد لله. اللهم لك الحمد يا رب والشكر. طبعا حد هيقول لي انت ما شلتيش السجاده دي ليه؟ طبعا ملهاش مكان ان انا اشيلها فيه، مفيش مكان. يعني الشقه صغيره، مش ما فيهاش المكان اللي انا ايه اقدر اخزن فيه واشيل فيه يعني. بدل ما اشيلها وكده وملهاش مكان ففرشيها يعني. طبعا منى كانت لسه شايله الكلام ده امبارح، بس انا حبيت ان انا اعمل برده قدامكم. هي نضيفه لسه كانت ماسحه امبارح وكده، فانا ايه يعني على ان انا اشغل نفسي يعني. طبعا حبايبي انا جد ما كانش ينفع ان انا ما يعني الم السجاده معاكم، فانا ايه فصلت الكاميرا ولميت السجاده ورفعت الحاجه على السرير زي ما انتم شايفين كده. وقت هروح اجيب الميه بتاعتي، مع ان هي منا لسه مسحها امبارح، بس هنمسح انا وانتوا تاني مع بعضينا دلوقتي، وبعد كده هنطلع الملايه نفرشها. خليكم معايا، ما حدش يروح كده ولا كده، اوعى حد يروح كده ولا كده. حبايبي رجعت لكم تاني. طبعا حبشت الميه بتاعتي زي ما انتم عارفين، انا بحب احط فيها جنرال وكلور وحاجات كده. ظبطت لكم الكاميرا يعني نوعا ما زي ما انتم شايفين. طبعا الحر عايز ايه كل يوم كل يوم مسيح. طبعا انا قافله الشباك ده عشان الصوت اللي بره ما يبقاش مزعج. شايفين الرغوه؟ زي ما انتم شايفين يا حبايبي كده اهو. عايزه اقول لكم ان فرحتي ما تتقدرش، فرحتي ما تتقدرش بالست ديت. ربنا يبارك لها يا رب ويخلي لها بنتها يا رب، يبارك لها في مالها وفي صحتها وفي عافيتها على اللي هي عملته معايا.
انتوا شايفين يا حبايبي كده اهو. طبعا انا ما عنديش مروحه هنا، مروحه العمود بتاعتي الحمد لله في ذمه الله، بس ان شاء الله هجيب واحده باذن الله، باذن الله من غير مقاطعه يعني. عايزاكم بقى يلا اللي يجي لحد هنا وما اشتركليش في القناه يشترك، وتفعلوا لي زر الجرس، وتصلوا على النبي كتير في الكومنتات يا حبايبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين. حبيبي يا رسول الله، حبيبي يا الله. الكومنتات الجميله بتاعتكم، الكومنتات التحفيزيه بتاعتكم. وماما فيفي بحب اشكرها، دايما تدخل تقول لي كلمتين حلوين، على طول بتدخل تتكلم معايا كده. ربنا يخليكي يا رب ويديك الصحه ويبارك في عمرك يا رب، ويديك الصحه والعافيه يا رب يا ماما فيفي. حبايبي انا همشي دلوقتي عشان خاطر ما اطولش عليكم، عشان خاطر اخر الفيديو طبعا فيه هوريكم الحاجات التانية. رجعت لكم تاني يا حبايبي، طلعت الملايه اهي نفرشها سوا. نشوفها كده معجونه ولا ايه. شكلها عايزه تتلف كده تتلف. ايوه كده صح. ليه بقى؟ اصل انا بحب اتنيها خالص تحت المكتب عشان ما تطلعش كده ولا كده. حبايبي هظبط الدنيا وارجع لكم تاني. حبايبي بكده اكون خلصت الروتين بتاع الاوضه اهو. بصوا نزل الستاره. وجينا بقى للوقت اللي احنا منتظرينه مع بعضينا. هنشوف دلوقتي الهديه بتاعتنا شكلها ايه.
محدش يروح كده ولا كده، خليكم معايا حبايبي. وجي الوقت اللي احنا هنشوف فيه احلى تلاجة، احلى تلاجة ربنا يخليكي ليا يا ام حمده يا رب، واحلى غسالة. طبعا انا عندي المكان ضيق اهو، شايفين؟ طبعا انا ايه، طبعا عشان جنب الحوض هنا، وانا رحت حطيت الكبرتايه ديت، هي ملهاش لازمه عندي، بس انا عشان احمي الجنب بتاعها لحد ما اجيب لها كسوه. ربنا يخليكي يا ام حمده يا رب، ويحسن ما بين ايديكي ويزيدك يا رب من نعيم ربنا. اوريكم طبعا الفريزر اهو، حطيت بقى فيه تلج، بدل ما انا بروح للناس بره اقول لهم عايزه حطوا لي تلج، والعيش اللي كان عندي بيبوظ. شايفين؟ تحت برضو هنا شايفين؟ ربنا يا رب يبارك فيها يا رب، ويبارك في مالها ويزيدها يا رب، ربنا يزيدها يا رب، يزيدها من نعيم ربنا يا رب، ربنا يزيدها. حبيت ان انا اوريكم. طبعا انا المهندس مرضيش يخليني اصور، وفي ناس كده بترفض يعني ان التصوير. وراني هنا ازاي السفنجه بتاعتها. طبعا انا حطيت بردك السفنجه بتاعتها هنا علشان تحمي بردك السطح بتاعها من الميه وكده، برضه لانها جنب الحوض. انا طبعا اللي بقف هنا او منا فبتخلي بالها بردك يعني. وقال لي هنا اشغلها هنا ازاي، والزراير بتاعتها طبعا ديت اعمل ايه واعمل ايه يعني. هنا طبعا دوت الجنب ده كله ده بتاع السخن، وهنا ديت التايمر بتاعها دوت، وهنا دوت عدد اللفات بتاعتها قال لي اظبطها ازاي، وده الباور بتاعها. طبعا الزرارين دول قال لي محظورين ما اجيش عندهم، لان لو دوست عليهم هيغير البرنامج بتاعها خالص. طبعا هنا الجرد بتاعها اهو زي ما انتوا عارفين اهو، الجرد بتاعها حط فيه الصابون والمعطر، وطبعا الكلور دوت والحاجات ديت ايه يعني ممنوعه يعني. انا مش بحط فيها كلور ولا حاجه يعني، مش هحط فيها يعني. قال له من وقت لاخر يعني كل 6 شهور ان انا اشغلها بدوره سخن كده بخل عشان انضف الحله بتاعتها، وربنا يخليها لي يا رب ويحسن ما بين ايديها يا رب. دعوه حلوه بقى كده لام حمده، الست الجدعه اللي هي بتقف جنب الناس الغلابه، ام قلب طيب الحنينه اللي ما بتخليش حد نفسه في اي حاجه. ربنا يحسن ما بين ايديها يا رب ويزيدها من نعيمه، ويبارك لها في مالها وفي صحتها وفي بيتها وفي زوجها وفي عيلتها كلهم يا رب. ربنا يخليها يا رب. ولحد هنا كده، اللي جه لحد هنا وما اشتركليش يشترك لي في القناه ويفعل لي زر الجرس، وما تنسوش الكومنت الجميل ليا، وتفعل يعني تحفزوني كده. واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد وروتين جديد. مع السلامه، السلام عليكم.